هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 6 من يناير. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نقدم لكم نشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية، وفيها يتابع المشوار الإبداعي لعملاق الأغنية السودانية الأستاذ محمد الأمين. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الصومال يتهم جهات أجنبية بتبني هجوم يوم السبت الإرهابي. الناشط الإثيوبي جوهر محمد ينضم إلى حزب الأورومو الفيدرالي. اشتباكات تودي بحياة السودانيين في مدينة الجنينة بغرب البلاد. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشر، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. قال مراسل صوت أمريكا هارون معروف من مقديشو بأن الحكومة الصومالية اتهمت في تقرير استخباري لها لم ينشر رسميا دولة أجنبية لم تسمها بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 80 شخصا وأدى إلى جرح 150 شخصا آخرين يوم السبت 28 من ديسمبر الماضي. وقال المراسل بأن تحقيقات أمنية مكثفة شارك فيها خبراء أتراك توصلت إلى القائمين وراء التفجير الإرهابي، ولكن الحكومة الصومالية لم تسمي الدولة التي تتهمها بتدبير التفجير. وكانت حركة الشباب المجاهدين قد تبنت الهجوم كما تبنت هجمات سابقة له في مختلف المدن الصومالية. أكد موقع أفريكا نيوز المختص بالشؤون الأفريقية بأن الناشط الإثيوبي البارز جوهر محمد أعلن انضمامه إلى حزب الأورومو الفيدرالي والذي يتزعمه البروفيسور ميرارا غودينا. وأشار الموقع إلى أن جوهر خاطب اجتماعا جماهيريا في ولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث أكد أنه يضم صوته إلى الجميع في أن تكون انتخابات مايو المقبلة حرة ونزيهة. ولمع نجم الناشط الإثيوبي جوهر محمد بعد تبنيه قضايا الأورومو في مواجهة رئيس الوزراء أبي أحمد. وأشار محللين إلى أنه قد يكون الخليفة المحتمل له في ظل تنامي شعبيته في أوساط قومية الأورومو التي ينتمي لها نفس رئيس الوزراء، حيث من المتوقع أن يتنافس الرجلان على الحصول على أصواتها في الانتخابات المزمع إجراؤها في مايو المقبل. ولكن خبراء يتوقعون أن يعلن رئيس الوزراء أبي أحمد تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. أدى شجار بين شخصين إلى مقتل أحدهما في مدينة الجنينة بغرب دارفور في السودان، وعلى الفور تطور الشجار إلى نزاع بين ذوي القتيل والقاتل، حيث أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وقالت لجنة الأمن في المنطقة أن مشاجرة نسبت بين شخصين في سوق روغو روغو وطعن أحدهما الآخر، ونتج عن ذلك وفاته، مما أدى إلى تجمع عدد من ذوي المجني عليه يحملون أسلحة نارية وعامة الاضطرابات المدينة بعد تزايد العنف بين العرب والمساليت وهم من سكان المنطقة الرئيسيين. وأضاف تقرير اللجنة أنه تم إطلاق النار بكثافة عالية كما تم إغلاق شارع السوق، ونتج عن ذلك نشوب حريق بالسوق تم احتوائه بواسطة سيارات إطفاء الدفاع المدني. وقالت اللجنة الأمنية أن قوى مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة تحركت إلى الموقع وتم احتواء الموقف مدنيا، بينما يصر ناشطون إلى أن الوضع اتسم بالتدهور وانتهاك حقوق الإنسان، وأن القوات الحكومية والشرطة والأمن لم تقم بدورها بما يتناسب والموقف. كانت هذه مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. الصومال يتهم جهات أجنبية بتبني هجوم يوم السبت الإرهابي. الناشط الإثيوبي جوهر محمد ينضم إلى حزب الأورومو الفيدرالي. اشتباكات تودي بحياة سودانيين في مدينة الجنينة بغرب البلاد. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم
إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية، فيها تطالعون أول مشهد من مشاهد العام الجديد 2020، آملين سادتي أن تكون أيام وساعات هذا العام بلون الفن والموسيقى التي ربما لا يختلف حولها الناس كثيرا رغم اختلالاتهم، ربما لوصفها لغة موحدة جامعة وليست مانعة لمن يرى في الفنون رأيا مختلفا. وفي قول الشاعر العراقي الرصافي: إن رمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك إليه من الفنون طريقا، لنا فيها مندوحة من هذا وذاك. رحم الله الشاعر معروف الرصافي. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. هذه إذاعة إرنا. مع إطلالة نافذة جديدة ارتأينا سيداتي سادتي أن ننساق طواعية مع شيء من توقعات مستمعين الكرام على امتداد الأقطار العربية والإفريقية، نهدهد عبرها أمانينا المفتوقة في اتكاءة على شرفة وعمارة مدرسية موسيقية فنية فريدة متميزة في عوالمنا المطلقمة، نطالع آخر تبدياته في مسرح من مسارح الخليج العربي، وتحديدا مدينة الرياض السعودية التي غدت عاصمة المهرجانات والفنون، بعد أن ظلت ولعمر طويل مستعصمة عن هذا وذاك. الرياض التي أصبحت قبلة الفنانين والموسيقيين، بل وجهة الفضفضة الفنية لجمهورها من داخل المملكة وخارجها، كان آخرها وقبيل أن يلفظ العام أنفاسه الأخيرة وعلى حطين شارع ترك الأول، حين اكتسى مسرحها لجينا عسجديا في استقبال إمام عماليق الحديقة الفنية السودانية الأستاذ الموسيقار محمد الأمين، بمعية فنانين من جيل تابع التابعين، نانسي عجاج وحسين الصادق. تلك المشاركة أعزائي المستمعين للأستاذ الموسيقار المجدد أبو اللمين حفزتنا أن تكون هذه الحلقة من نافذتكم الثقافية حديثا عنه بوصفه أحد أهرامات الفن السوداني الأصيل، آملين أيضا إلقاء نظرة خلف ستر النافذة التي تناقلتها وبثت أريج رحيقها قنوات التواصل الفردية منها والجماعية. كان أبو اللمين بحضوره الوهاج وأناقته الموسيقية الموغلة في المحافظة على لون الخارطة الفنية السودانية المتميزة، كان متماهيا مع عمره الفني كله، مع تحديثاته الموسيقية ولزماته الفنية البديعة المبهرة. وصل الرياض وهو الذي سيحتفل في فبراير المقبل من العام 2020 بالربيع 77 من عمره و60 عاما بعمره الفني المكتنز تفردا وتميزا. تألق الموسيقار وكأن به يقول: أنا ذلك الصوت الذي لا يصدأ ولا تعمل في الأيام والسنون لا تعمل فيه أيامها وأعمالها. تتبعته بدقة سادة المستمعين في جميع أغنياته التي شدا بها في موسم الرياض الأخير. أولها كانت رائعة الشاعر تاج السركنة رحمه الله، كان الراحل من الشعراء المجيدين رغم قلة أعماله الشعرية، وأجلهن قصيدة سوف يأتي التي مطلعها: يا نديمي دعك من عثرات قولي واترع الكأس تناجي الكون مثلي، تظنني أبيد العمر لهوا لا لا كلا، إذ أنا جسم به البركان يغلي، سوف يأتي باسم الثقر يلوح بالأماني، طي عينيه بريق وغموض ومعاني، يحمل الروح إلي
يزرع العطف نديا، يسكب الآهات همسا في ثنايا أذني، وبها أحيا وأنسى ما ضناني. لا تسلني حينما يبدو حبيبي فوق أفق القلب يحبو، فوقه هالات نور وبها الأضواء تخبو، وأغاريد الأماني في حناياي تشب، مثل سريان الحقيقة في مشاعرنا الدفيقة، في مشاعرنا العميقة، مثل حلم الدهر يأتيك سريعا في دقيقة. عندها أنسى دياري، عهده بالحب أياما ستكثر وتطول، ويح قلبي منك يا بدري إذا حان الأفول، قبل أن نحصد زرعا ماؤه قد كان دمعا، وتباريحا وشوقا وصدودا وأمل. إنما قلبي عنيد لا يبالي، لا يمل ينظم الحب أغاني، إلى آخر النظم المسجوع الفريد والأداء الغريد للموسيقار محمد الأمين، طيب الله فاهه والأنامل. نعم، تتبعته فوجدته هو كما كان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيز المستمع، خاب من ظن أن الموسيقار محمد ابن مدني جاء إلى فعاليات موسم الرياض شيخا تحت قبة ليلة السودان المحبة، جاء فقط ليشدو. خاب من ظن ذلك، وهو رب الشدو في الأماس المخملية بين أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. لم يأتي هكذا كما ظنه الكثيرون، بل جاء ليقول إن في السودان إرثا وديوانا وجمانا، نهرها الألحان والرسالات الشجية، جاء مكسوا برسالات حفية. هبط يقول: لا تظنني أيها الراقص والجالس والحابس أنفاس العمر ضيقا وخروقا، لا تظنني أبيد العمر لهوا، إذ أنا جسم به البركان يغلي، سوف يأتي باسم الثقر. وإذ هو هكذا كعادته يقرأ عليهم جريدته على الأسماع، وقد حرر نظمها، أي نظم قصيدها الشاعر فضل الله محمد في ثمانينيات القرن الماضي، ثم نشرها على صوته لجمهور دولتيهما منذ القرن الماضي، وستظل تلك الجريدة تتلى حتى تأتينا الغاشية. في أعماق ابتهاج الحضور كان أبو اللمين وفيا لصاحبه الذي يلزم السرير الأبيض، فتمنى له عاجل الشفاء. وبريق عيني الفنان القامة محمد دموع وغموض ومعاني، كيف لا يخف من ذات يوم سوف تنقل الأخبار ترجل سيد الطرب القصيد فضل الله، وأنها سنة الحياة، سنة الله في الأناس. بل كان للشاعر على الناس فضل الكلام النير والقصيد الخير في عدد من نظمات الشعر الفريد والعقد الوريف في الموعد: 4 سنين، الحب والظروف، وزاد الشجون، وأنغام أخرى. محمد الأمين الموسيقار، الأمين لفنه ومدرسته التي رسم خارطتها بعناية ذائقة تجشم فيها عنت الأمسية التي جاءها العوام في الرياض، إما لهز كتف أو لالتقاط صورة قبل حتف أو تكفيرا لسيئات سنوات نزف وحيف. لكنه العملاق رسم على وجه المسرح فن التأدب والتقيد بثقافة الاستماع، حتى لو لم يكن في القوم من أضناه وهج الشعاع تسمروا وكأن على رؤوسهم الوتر والناي، وهم القادمون مثلا وثلاث ورباع ليمخروا ربما عباب الهرج، وينفضوا على مسرح الموسم زخات المرج، كعادة من أقعدته طول النوى والهوى فوجد نفسه طليق القدمين والوجنات. كان الموسيقار حنينا ورهيفا مع من مهر الأمسية
ببضع ريالات ثقال، فطوح بهم مشرق الشوفة التي طال انتظارها. من شوف تطولنا. كلمات محمد علي جبارة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ثم دلف الأستاذ إلى صاحب الأيقونة الندية يوم كانت السمرة سمة وشهادة للجمال الأبدي. أي نعم، قبل أن تبدل وتقبح وجوه الحسان بودرة المعجون الأسود الآسن المستورد، حتى يوشك أن يسأل المرء نفسه أين ذات الخلاخل والحسناوات السمر. حتى الشاشات المغشوشات أصبحن لا يقبلن إلا من تعفر وجهها وخدها بالعجين القاضي على سمرة وجهنا الأسمر والأنظر. غنى الأستاذ قصيدة الراحل خليفة الصادق، أغنية أسمر لحاجة في نفسه، وأحسب أن الرسالة لم يعقلها إلا العالمون. أخيرا تمنى من قلبه وفؤاده لقاء صاحبه الملقى على سرر بيض، الشاعر الأستاذ فضل الله شافاه الله وعافاه. تمنى قائلا: أشوفك بكرة في الموعد. تصور روعة المشهد، وعدتك قبل كده مرات ولسه في رؤياك بحلم. مشاكل الدنيا تجبرني أخالف وعدي واتلوم إلى آخر الهمهمات والتسبيحات النظمية واللحنية في الأغنية التاريخ. هذه إذاعة إرنا. أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم مع إذاعة إرنا الدولية من باريس، وهذه النافذة نخصصها للحديث عن الأستاذ الموسيقار محمد الأمين نظر الله صوته وعوده. عزيز المستمع وعزيزة المستمعة، أبو اللمين ذلك الجبل العلي فنا وثقافة ووطنية، أيضا هو ذلك الحان المرهف الذي يبكي أمام جمهوره كالطفل، حيث لم تعرف المسارح بكاء المغنين الذين هم في الأصل يبكون في سردياتهم اللحنية، لكن بكاء كما يبكيه العوام. الموسيقار ذو الشكيمة الموسيقية واللحن القوي بكى وهو يؤدي أغنية تتعلم من الأيام، كلمات الشاعر ابن الشرق مؤسس جمهورية الحب والغرام إسحاق الحلنجي. سحق الله عنه أيام الفراق وجمع بين أترابه شعر الوفاق والعناق. بكى الموسيقار كما بكى زيدان العندليب الأسمر ذات يوم وهو يغني في حفل أقيم بمستشفى إبراهيم مالك، عندما وصل إلى مقطع لا تسل مشاعرك لي عيني بكن، نهرت عيونه بالدموع. وعندما سئل العندليب في ذات لقاء بعد سنوات قال: كان بالإمكان أن أكون واحدا من هؤلاء، فبكيت بكاء الحمد لي والإشفاق عليهم. رحم الله العندليب. أبو اللمين سادة المستمعين كان رفيقا بالذين صحبوه في الموسم الرياض، فحن عليهم أولا بالموافقة على مشاركته لهما، ثم فرش لهما الرياحين والورود عطفا على ما تبقى من ثقافة السودان في الأخذ بأيدي القادمين. أفرد لهم مساحة من التواصل، لكن قدرهم غير المواتي أنهم جاءوا في غير الموسم الحافل بالحصاد، لأن المسارح قامات ومقامات. هذا من جهة. من جهة أخرى، ووفقا لما رشح من أخبار غير رسمية، أن حضور الموسيقار موسم الرياض الأول مثل طوق نجاة وشهادة عبور وإبحار لعام موسمي قادم. عزيزي المستمع، كان حظا جميلا، بل كان فتحا عبقريا، أن تهذبت أسماعنا بنثيث البوح الشفيف والكلمة اللازوردية الندية من عبير تلك الأزمنة الخضر. محمد الأمين كان أحد تلك الحصانة السمعية التي تلقاها جيلنا من بعد فتح دون من وأذى. ملأت رئتاي شهقا لا زفيرا من حضور أمسية فنية كان شاديها الوحيد الأستاذ محمد الأمين بمسرح سينما كسل الوطنية. كان ذلك في الربع الأول من ثمانينيات القرن الماضي. وصل المدينة سعادته ليلا، وجمهوره الغفير اعتلى وملأ مسرح السينما عن آخره.
حتى الجدران لم تعدم من ركبها عنوة واقتدارا، والقوم في انتظار، وكاد تأخر وصول الأستاذ يأكل صبر الجميع. وبين لحظة وأخرى تتقدم إدارة السينما لتقول إن قافلة الأستاذ على أبواب المدينة الفاضلة. يبدو أن عطلا فنيا قد حدث للحافل التي أقلت الأستاذ وجوقة العازفين. أمان الصبر ما طيب. والساعة تقترب من منتصف الليل، إذا بالمسرح يكتحل ضوءا وبهاء ولزمات محمدية. تتقدمهم الأناقة والهندام والذوق والاعتذار الشديد من قبل سيد ذاك المساء. الكل غفر ونسي ما تقدم، وإذا بالألحان الشجية والأغنيات الغرامية والترانيم الوطنية تأخذ برقاب بعضها دون توقف إلا في استراحة واحدة لا غير حتى فلق الصباح. وعلى الطريق الرئيسي لغير المتجهين غرب الجاش، أحسب أن سكان الشرق انعطفوا إلى ساحة المسجد الكبير لأداء صلاة الصبح، حيث رفع الأذان آنذاك، وهي النفس السودانية الأبية مألوفا عنها أنها تتفاعل مع الحياة، عملا بأن الدنيا أو بما ورد في الأثر ساعة وساعة. ومنذ ذلك الحين عزيزي المستمع، لا يزال الأستاذ الموسيقار محمد الأمين هو حتى تاريخه. محمد الأمين حمد النيل الطاهر الإزيرق ولد في فبراير 1943. كتب عنه الكثيرون فقالوا يعتبر أحد أيقونات الغناء والموسيقى السودانية المعاصرة. له دور كبير في تطوير الموسيقى ونشرها خارج السودان. أجاد المزمار ثم آلة العود التي تمكن منها وهو لم يتعدى 12 ربيعا. التحق عام 1960 بموسيقى شرطة النيل الأزرق. برع في أداء أغنياته لفنانين سبقوه في سدة الغناء، مما أجلى عن قدراته الصوتية الكبيرة وأكسبه شعبية وجماهيرية. يعتبر الأستاذ أول من تغنى لثورة أكتوبر بعد شهر واحد فقط من الثورة. لحن نشيد الأستاذ فضل الله محمد الذي كتبه داخل السجن الحربي. وقد تعرض الموسيقار محمد الأمين لتجربة اعتقال بعد فشل انقلاب هاشم العطا، ربما لأغانيه الأكتوبري. التطوير الموسيقي كان همه الكبير، وليس غريبا سادتي أن يبدو لافتا في الأغاني العاطفية التي لحنها. ثم جاء لحن 5 سنين للشاعر عمر محمود خالد لتضع إكليلا من الرومانسية حول عنقه. والطريف أن أحدهم جاءه بعدها بأنه قد كتب له أغنية 6 سنين، فاعتذر بأنه ليس مغنيا بالسنوات بقدر ما يعتني بالمحتوى. ويرى بعض النقاد أن زاد الشجون لفضل الله محمد أيضا تمثل علامة فارقة في إبراز مكنونات وقدرات في اللحن الكلاسيكي العاطفي. وقد جمد محمد الأمين هذه الأغنية 4 سنين قبل أن ترى النور، انتظارا لقدوم عازفين قادرين على تنفيذها. كان هؤلاء خرجوا معهد الموسيقى الدفعة الأولى والثانية. ويضيف أحد الموسيقيين والعازفين الكبار أن زاد الشجون تعد من الأغاني الكبيرة بمقياس 4 أغنيات من حيث التأليف. جاء محمد الأمين بالجديد في إعادة تلحينه لأغاني التراث، فكل الأغاني التراثية التي جدد ألحانها وبدلها أكسبته رضا من الجمهور، وبرهنت أنه ينطلق من أرضية صلبة في القدرة على التلحين. شارك الأستاذ الموسيقار في الكثير من المهرجانات الغنائية داخل وخارج السودان. منحته رئاسة الجمهورية وسام الجمهورية، أي وسام الجدارة، في ذكرى الاستقلال 2014. متزوج من السيدة سعاد مالك وله عدد من الأبناء. عزيزي المستمع، توقعت شخصيا أن يشجو أبو اللمين في أمسيته بأغنية الفنان الكويتي الشهير حسين جاسم يا ناعم العود، التي أكسبها الموسيقار لونا سودانيا بل فرحا أو ماركة اسمها محمد الأمين.
وقد تغنى بها في أي بلد خليجي زاره من قبل إلا هذه المرة. أحسب أنه قرر أن تكون أمسية الرياض سودانية لونا وطعما وعبيرا. وهكذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى نهاية الحلقة من هذا البرنامج نافذة ثقافية. مع تحياتي لكم في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد شريف، مقرونة بالطبع بتحايا زملائي فتح عثمان وبنيام سمعون. إلى لقاء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الصومال يتهم جهات أجنبية بتبني هجوم يوم السبت الإرهابي. قال مراسل صوت أمريكا في الصومال هارون معروف بأن الحكومة الصومالية اتهمت في تقرير استخباري لها لم ينشر رسميا دولة أجنبية لم تسمها بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 80 شخصا وأدى إلى جرح 150 شخصا آخرين يوم السبت 28 من ديسمبر الماضي. الناشط الإثيوبي جوهر محمد ينضم إلى حزب الأورومو الفيدرالي. أكد موقع أفريكا نيوز المختص بالشؤون الأفريقية بأن الناشط الإثيوبي البارز جوهر محمد أعلن انضمامه إلى حزب الأورومو الفيدرالي الذي يتزعمه البروفيسور ميرارا غودينا. وأشار الموقع إلى أن جوهر خاطب اجتماعا جماهيريا في ولاية مينيسوتا الأمريكية حيث أكد أنه يضم صوته إلى الجميع في أن تكون انتخابات مايو المقبلة حرة ونزيهة. اشتباكات تودي بحياة سودانيين في مدينة الجنينة بغرب البلاد. أدى شجار بين شخصين إلى مقتل أحدهما في مدينة الجنينة بغرب دارفور في السودان، وعلى الفور تطور الشجار إلى نزاع أهلي بين ذوي القتيل والقاتل حيث أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وقالت لجنة الأمن في المنطقة أن النزاع اشتد بين العرب والمساليت وهم من السكان الرئيسيين للمنطقة وأدى إلى حرق سوق المنطقة. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.